جيل جديد اتولد والموبايل في ايده. مش بس بيتفرج، ده بيصور بيمنتج وبيشارك اللحظة لحظة بلحظة. جيل بيجري على الترند قبل ما يفوته، وبيقيس النجاح بعدد المشاهدات مش بعدد الإنجازات. لكن في وسط الضحك الفلاتر، هل احنا قدام ثورة إبداع ولا قدام جيل مدمن شهرة بيقارن نفسه بالكل وبيفقد هويته وسط الزحمة؟ أهلا بيكم، أنا رنا هريدي وده برنامج رؤية جيل زد. في حلقة النهاردة هنتكلم عن تيك توك بين الموهبة والإدمان. الحقيقة المنصة دي غيرت قوانين اللعبة. أي حد ممكن يظهر من أوضة نومه، من قريته، من أي مكان في العالم، لو عنده فكرة، موهبة أو حتى قصة. ناس بقت بتغني، ترسم، تمثل، تشرح فيزياء، تنقد مجتمع كامل في دقيقة. بس برضو ناس تانية بتقلد وبتجري ورا لايكات بترندات فاضية. الحد الفاصل بين الإبداع والتفاهة رفيع جدا، وساعات أو غالبا اللي بيكون ترند مش دايما هو اللي يستحق. كل حاجة بتبدأ بلحظة فضول، فيديو 2 5، وفجأة تلاقي نفسك عدى ساعتين، يوم كامل وانت بتسكرول الشاشة بدون وعي. الترند الجاي بقى أهم من مذاكرتك أو شغلك. عدد اللايكات بقى يحدد مزاجك طول اليوم. لو فيديو ما جابش تفاعل، يبقى في حاجة غلط فيك. تزعل، تتعصب أو تكتئب، وتحس إنك أنت إنسان ناقص. تبدأ تبحث عن أي حاجة أو خبر، أي ترند موافق عليه أو رفضه، المهم هيجيب لايكات كتير أكيد. تيك توك بيلعب على حاجة عميقة في نفس الإنسان، الرغبة في القبول، في الانتماء، في إنك تكون شايفاك الناس. ومع الوقت التطبيق بيبقى مش وسيلة ترفيه، ده بيتحول لمصدر ضغط، لإدمان نفسي. في حاجة خطيرة بتحصل وإحنا مش واخدين بالنا. المحتوى السريع بيأثر على تركيزنا، بيخلينا نمل بسرعة من أي حاجة عميقة. متخيل إن في ناس ما بقتش تتفرج على مسلسلات أو أفلام، بتكتب الملخصات مسلسل 15 حلقة على الأقل يتلخص في 10 دقايق. هل علشان مشغول؟ لا، عشان الجيل الجديد اتحول لشخص عديم الصبر، مستعجل على كل حاجة، عايز النجاح السريع، المعلومات السريعة من غير مجهود. مفيش وقت للتفكير، مفيش وقت للحظات الحلوة مع أهلك أو مع صحابك، مفيش وقت حتى للمتعة الشخصية، مفيش وقت للمشاعر. ومخنا بيتعود على الإثارة اللحظية ومش بيستحمل التفاصيل. والأسوأ المقارنة. انت مش بتشوف الناس، انت بتشوف أفضل نسخة منهم، الجمال المصنوع، النجاح المنتفخ، الحياة المثالية اللي ورا الكاميرا. وده بيخلي شباب كتير يحس إنه أقل، إنه مش كفاية، وإن حياته مش تستحق التوثيق. العيب مش في تيك توك، العيب في الاستخدام. المنصة نفسها أداة، زي المايك، زي الكاميرا، اللي بيحدد قيمتها هو اللي بيستخدمها. لما تبني محتوى حقيقي، لما توثق فكرة، لما تحكي قصة أو تعلم حاجة، ساعتها تيك توك ممكن يبقى أداة قوية مش نقطة ضعف. الموضوع مش نحذف التطبيق، الموضوع نستخدمه بوعي، بحدود، وبنضج. احنا جيل عنده صوت وعنده أدوات، بس محتاج يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت عشان يسمع نفسه. محتاج هدوء. تيك توك مش مقياسك، لا لايكاتك ولا متابعينك هم اللي هيحددوا قيمتك. قيمتك في انت مين، بعيد عن الكاميرا، بعيد عن الفلتر. خليك حقيقي، خليك واعي، واسأل نفسك دايما، أنا بصنع محتوى ولا التطبيق هو اللي بيصنعني؟ خلصت حلقتنا النهاردة، لكن رحلتنا معاكم لسه مكملة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. ولو عايزين تعرفوا احنا مين، استنونا الحلقات الجاية.